ازيكم يا حلوين؟ قررت ان انا افتح لكم النهارده الفيديو بان انا لقيت بيم في مصر وبنفس المواصفات. انا كنت عارفه ان في بيم بس ما كنتش عارفه ان هو بنفس المواصفات اللي عندنا. يا دي الكوسه مفيش مدخل تقريبا. اهو يا مامي في مدخل مفتوح اهو هناك مدخل فين ده؟ اهو. هما محمول دلوقتي انه مقفول. صباح الخير. قلت النهارده الفيديو يبقى مختلف. انا عامله لكم النهارده فيديو في علم من اعلام مصر الجديده في الميريلاند. انا كنت باجيها وانا صغيره كانت ملاهي. كانت ملاهي بس هي بارك. كانت بارك بملاهي. بس انا كنت باجي الملاهي بالذات. فالنهارده احنا قلنا نيجي ونصور فيها ونزورها عشان احنا ما شفناهاش بعد ما اتطورت. هنا ده المدخل بتاعها، احنا لقينا حته كده مفتوحه فقلنا نخش. وده ايه بقى؟ وده الباركينج، ده بقى الجيت اهو مكتوب لا جيت بس هنا في جنينه اهو، ده ولا ايه ده؟ دي البارك نفسها، انت ممكن تخشيها بقى براحتك. دي حاجه تانية يا مامي، دي حاجه اسمها ميفاليرو، ده اظن مول. اظن وجواها بصي ستاربكس وبتاع. في حد ممكن يدلنا طيب؟ والله انا مصور. بصوا هو طلع فعلا حاجه مختلفه يعني زي مول او كده. بصوا المول مش المول، هو المول من جوه ان هو حاجه مفتوحه. وسالنا حد قال لنا هي الميريلاند بقت مقسومه 2، جزء فيه مول والجزء التاني فيه يعني الجزء التاني البارك بقى العاديه. ممكن بقى نخشها من جيت تاني، قال لنا اطلعوا وخشوا من جيت تاني. فده كده فيه بس كافيهات مفتوحه. بس والله حلوه حلوه قوي. كان في هنا البيدالو زمان. هو قال لك هيعملوا الدولفين شو، هيظبطوا الدولفين شو. بس هو بصي الدولفين شو كان عند الحته دي، عند الحته هما بيقولوا ان هو دلوقتي بيظبطوا الدولفين شو بس هو لسه مش مفتوح. اما يتفتح ان شاء الله المره الجايه نروح. بس المفروض النافوره تبقى شغاله بس هي مش شغاله دلوقتي. انا عاجبني قوي الفيو من هنا، يعني الحته ان هي كافيهات على. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن بصوا احنا كده طلعنا من المول اهو، يعني من حته المطاعم. الراجل قال لنا امشوا كده وهتلاقوا الجيت اللي جايه بقى اللي هي بتاعه البارك نفسها، يعني بتاعه الجنينه نفسها. ايه شرم. بس على فكره انت بتقولي الرصيف ده نفس الرصيف بتاع زمان ما اتغيرش. لا 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 لا. مامي بتقولي بصي شايفه البتاعه دي بقى لها 50 سنه. ده اتليست حاجه من الحاجات القديمه جدا. بس دي انتيك. انتيك بصي اكتب من عنده الشنط بتاعته الحاجات ولدم، فاكره لدم؟ لدم تحتيه. انا مش فاكره طبعا. ده دعم الاصلي عند نادي الشمس. شارع الحجاز هناك. بصوا بقى هنا كنا روحنا، كان نفس اليوم روحنا غيرنا، بعد كده نزلنا تاني بالليل جينا مع صحابنا روكسي. بطرس غالي ومنطقة روكسي وكده. كنا برضو عايزين نشوف الحاجات الجديدة اللي فيها وكده ونعمل شوية مشتريات. فبصوا هنا مثلا كانوا حاطين ستاند هدوم كلها مكتوب عليها 100 جنيه، وانا شايفة انها سعرها لطيف بالنسبة لو حد عايز يجيب حاجة متوسطة. وهنا واحنا ماشيين لقينا واحد سوري عنده مفارش جميلة جدا هاند ميد، وبجد شغلهم تحفة لذيذة جدا. وانا كنت عايزة اجيب حاجة كده لبيتي يعني تبقى في جهازي، فقررنا ان احنا نجيب الطقم المفارش ده. كان جميل جدا وكان عنده كمان اشكال تانية كتير قوي. يعني بصوا هنا العلاقة دي احنا اللي وقفنا عندها في الاول اصلا قبل ما نشوف المحل. عنده حاجات كلها رقيقة قوي والشغل بتاعها بجد حلو جميل جدا. بيبقى اساسا في المحلات اللي ورا بيبقى اغلى بكتير، بس هو عنده الحاجات دي كانت ب100 وفي حاجات كانت ب80، وفي الاطقم اللي جوه كان في حاجات ب250 بس بتبقى كذا قطعة. بصوا ده شكل المحل من جوه، يعني هو كده محل صغنون كده في الشارع، يعني مش محل تحسوا ان هو شبه الكشك اكتر. وهنا كنا بقى طلعنا بنتمشى في روكسي نفسها. كنا دخلنا بطرس غالي وطلعنا، ودلوقتي بنتمشى. انا جماعة من اكتر الاماكن المفضلة عندي في مصر الجديدة روكسي وبطرس غالي والحاجات دي لو انا بشتري حاجات.
جميلة جدا بجد. والعواميد اساسا دي يعني ليها ذكريات كتير قوي معايا وانا صغيرة. ده كافيه من كافيهات برضو من علامات مصر الجديدة، اسمه امفتريون. كل الناس اللي في مصر الجديدة هيبقوا عارفينه. كده كده اللي هو الكافيه اللي طالع بسلالم فوق اللي بإزاز ده، معروف. معرفش بصراحة هو فاتح لسه لحد دلوقتي ولا لا، بس انا قلت اصوره عشان كان وحشني جدا. واحنا بنتمشى طبعا لقينا بتوع الكتب المصريين الجمال اللي انا محرومة منهم بصراحة. عندهم كل انواع الكتب، عربي، انجليش، كل اللغات، كل الحاجات اللي انتوا عايزينها، وسعرها طبعا مناسب. فانا كنت عايزة اجيب كتاب كده عربي، فاشتريته من هناك، جبته ب50 جنيه. وهنا بقى طبعا كنا مكملين تمشية. في حاجات ما بتلاقوهاش غير في مصر يا جماعة، يعني في حاجات واجواء كده ما مش هتحسوا فيها في بلد في العالم غير مصر. الناس بتوع الكتب، المحلات، العمارات القديمة اللي هي معمولة بالمصممين الإيطاليين والأسبان، مش هتلاقوها غير في مصر. مصر مميزة بالحاجات دي. فالمهم كنا ماشيين هنا، بعدين قلنا عايزين نروح محل بلبن. هو اساسا كده كده كان في الشارع، كان في امتداد الكوربة في شارع الاهرام. شايفين الزحمة؟ انا كانت اول مرة اجربه طبعا، يعني هم اصحابي هم اللي قالوا لي لازم تجربي بلبن، فقلت اجربه، بس الزحمة كانت رهيبة. هنا بقى كنت طلبت خلاص، كنت جبت انا ليا انا ومامي الرز بلبن بالمانجا. مش قادرة اقول لكم على الحلاوة. مانجا، قطع مانجا، يعني قطع مانجا. والطبق ده ب30 جنيه، يعني مش غالي خالص. وتحفة الرز بلبن بجد تحفة، والمانجا كانت اتحف. معلقة دي اولاد الزمن انا مضطريه استاذن منكم. المعالق فاكره ايه كنت باكل ايه بتجيبي بفكر اعمل مجرد يجنن. معلش بصي قشطه، عارفه تحس ان هو قشطه برز مش لبن برز. قشطة صح؟ تحفة فظيع. مش هقدر اجيب فيه في اليوم خالص. تحفة صح؟ معاكي مانجا رهيبه. عايزين نحكي لنا عن شعورك. تحفة بجد حلو. كلمة عن مشاعرك. جميل قوي. انا لاحظته، انا خلصت نصه. ما انت شايف خلصته بقى على بس هو المانجا بتاعته متلجة. صح. تحسي انها ساقعة. خليه احلى. عشان ده مش موسم المانجا، هو تلاقيه مسقعينها. متقطعه ومجننه. بس تحفة. اليوم ده بقى كان اخر يوم بالنسبة لنا في مصر، كنا خلاص مسافرين تاني يوم. فقلنا عايزين نودع الشارع بتاع بيتنا الجميل ده، الشارع اللي ما بين ميدان تريمف وميدان سان فاطمة. كانوا ميادين زمان، دلوقتي بقوا كباري. فاول حاجة عملناها ان احنا رحنا واكلنا رأفت على الصبح يا جماعة. كنا لسه صاحيين ورحنا اكلنا من عند رأفت ده علامة من علامات مصر الجديدة في السجق والشاورما والكبدة والبرجر والهوت دوج وكل حاجة في حياتي. يعني انا كنت بروح له وانا صغيرة، وكنت باكل من عنده. كان الراجل مش فاكرة كان اسمه ايه ساعتها، اظن لا مش عايزة افتي، كان بيقعدني على الرخامة عندهم اللي هي العالية دي، وكان بيقعد يعمل لي ساندويتش وانا قاعدة جنبه. فدي طفولتي، كان ساعتها عندي 2 او حاجة كده. فرأفت ده طفولتي، ولحد دلوقتي باكل من عنده. كنت عايزين ناكل شاورما، فقررنا ان احنا ناكل شاورما من عنده على الصبح كده. لا يعني حاجة لا تعوض. انتوا لازم تيجوا تمشوا في مصر الجديدة شوية، وتيجوا الشارع بتاعنا ده اللي هو من ميدان تريومف لميدان سان فاطمة. رهيب. استني تعملي ايه ده؟ انت خدتي بره حتتي؟ بره. بس انت خدتي حتة مني. خلاص حاضر، انا اسفه اخده انا. يلا. مستمتعة؟ مامي مستمتعة جدا. خلصنا السندوتشات، بعد كده جينا عند فرن الشافعي. دي بقى فقرة خاصة. اول حاجة انا دخلت الفرن عادي جدا، وكنت عايزة ذكرى في حياتي عشان برضو ده جزء من ذكريات طفولتي. دخلت علشان اصور الفرن، فلقيت كل الناس خدت بالها ان انا بصور الفرن، فقالوا لي خلاص صوري، وكانوا فرحانين جدا انا بصور. المهم طلع في الاخر يعني هبان لكم قوي ان انا بعمل اعلان، بس هو والله مش اعلان، انا كنت بصور في امان الله عادي. وبصوا بصور لكم بقى كل حاجة.
وطبعا فرن الشافعي اول لما بتخشوه انتوا ممكن تخشوا تتغدوا من عندهم ببلاش كده عادي. ازاي؟ انتوا اساسا بمجرد ان انتوا بتخشوا يعني ان انتوا تتفرجوا عادي كده بتلاقيهم بياكلوكوا بالعافيه عادي جدا. فبجد متعه. بصوا الحاجات بقى الجميله، الكواليتي بتاعتهم كمان لسه زي ما هي بعد الغلاء وبعد كل الحاجات دي. اسعارهم معقوله لذيذه، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعتهم وطعمهم هو زي ما هو وانا صغيره. المنين اللي بالشيدر، الكحك، البرازق، كل الكلام اللي انا بحبه ده. بصوا اداني، شايفين كنت لسه بحكي لكم وانا واقفه بصور، اداني واحده منينيه ازقز فيها. دول بقى من الناس العاملين في الفرن، بجد كلهم ذوق وكلهم احترام، وحبيتهم جدا وقعدت اتكلمت معاهم وحبيت ان انا اصورهم علشان تفضل ذكرى. وكمان عملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب شانل، وقلت لهم ان انا هنزل الفيديو ده، كانوا مبسوطين جدا. احنا كمصريين يا جماعه عشريين ودمنا خفيف وبنضحك، وكل يعني فينا كل الطباع الحلوه. ده طبعا الحاج صاحب المحل، قلت كده اخد لكم بقى لفه بالكاميرا كده في الفرن كله، لان هو بجد كان كله حاجات حلوه. وده اسم الفرن، اسمه مخبز الشافعي، وفي حد دلوقتي هيقول لكم هو موجود فين بالظبط عشان تيجوا ومش هتندموا. مكانه فين؟ مكان الفرن فين؟ المكان ده فرن مخبز وحلوان الشافعي في 119 شارع النزهه. شارع النزهه. عندنا ايه؟ عندك ايه؟ حاجات حلويات. تأسس سنة 1950. على أول يد فرن مخبز وحلواني في مصر الجديدة. على يد الحاج يحيى الشافعي. يحيى الشافعي. ويوجد لدينا جميع أنواع البسكويت والحلويات الشرقية والغربية، وجميع أنواع المخبوزات والعيش الفينو، سمسم وسادة وبتبان وقيزر. أيوة يا باشا. قول عايز تقول ايه؟ الله دول في أي ايوه. وقت. واحلى بسكوت، واكلنا النهارده احلى بسكوت، واحلى منين، واحلى كل حاجه. والمكان مجهز، المكان مجهز لجميع الحفلات وأعياد الميلاد. نادين بيسرق منه كاميرا. ماشي خلاص اهو. كل من تاني. كنا خلصنا بقى الفرن وبعد كده طلعنا مشينا في نفس الشارع تاني. قلنا نيجي عند مرتبات فرغلي، محل فرغلي بتاع عصير القصب. كان نفسي جدا في خروب، فكنت قاعدة بشرب خروب وكنت مستمتعة بحياتي جدا. مامي طبعا شربت الخروب، بعد كده شربت مانجا عشان هي بتموت في حاجة اسمها مانجا. عشقها الأول والأخير، لازم كنا نشرب مانجا قبل ما نسافر يعني. وانا برضو كان نفسي اشرب خروب وشربت عصير قصب لحد ما فطست. دي برضو يا جماعة من الحاجات اللي انا ببقى محرومة منها في تركيا، المحلات بتاعت المرطبات العصاير الفريش، لان في تركيا مفيش يعني مش ثقافة ان انتوا تلاقوا محلات عصاير فريش. ده بقى فيديو انا كنت مصوراه العم سيد اللي هو صاحب المحل بتاع فرغلي، وهو بيعمل القصب نفسه. يعني كان نفسي قوي ادون اللحظة دي فاستأذنته وقلت له ممكن اخش اصوره عشان انزله على اليوتيوب، وهو وافق. احنا كنا اليوم ده يوم الجمعة، كنا اساسا انا ومامي نزلنا على الصلاة كده، فكان الجو حر جدا. يعني اخر كام يوم دول كانوا حر جدا في مصر، الحرارة 30 وكده، بس انا كنت مبسوطة جدا، انا واحدة بحب الشمس اصلا. ده الشارع اهو صورته لكم تاني، وده مكان المحل اسمه مرطبات فرغلي. هو شكله منور اهو في الشارع هتلاقوه على طول. فين المكان؟ 129 شارع النزهه فرغلي القديم. تمام. سانت فاطمه مصر الجديده. سانت فاطمة مصر الجديدة. احلى عصير مانجا. اكيد عم تسال. خلصنا بقى اللفة بتاعتنا، وبعد كده نزلنا تاني على العصر مع ياسمين ومامتها عشان بقى ايه نودع قبل ما نسافر. رحنا سويت سنتر ناكل ايس كريم. ده برضو في مصر الجديدة، من أقدم برضو الأماكن في مصر الجديدة، والآيس كريم بتاعهم كان تحفة. أنا جبت ليمون وتين شوكي، والتين الشوكي كان رهيب. وقلت برضو صور لكم الشارع. وكملنا اليوم لحد بالليل، وجبنا ذرة من الشارع. بقوا بيعملوا يا جماعه الذره الحلوه، ده اللي انا واخده بالي منه. الذره البيضه القديمه بتاعتنا معرفش، ما بقيتش اشوفها في الشارع، بقوا بيعملوا الذره الحلوه على طول، اللي هي الذره الصفراء زي بالظبط اللي بيعملوها في تركيا. المهم ده بقى اختراع للناس المحجبه بالذات. مامي اللي اكتشفت المكان ده في بطرس غالي، محل اسمه كنزي للاشاربات. عنده كل الالوان وكل الدرجات اللي ممكن تتخيلوها. سعر الواحدة عنده ب30 جنيه، شيفون وخامتها تحفة. طبعا عنده خامات تانية بس اللي مامي وطنط جابوها الشيفون.
والوانه جميله جدا كلها، في بجد كل الدرجات اللي ممكن تتخيلوها. والسعر 30 جنيه ده سعر خيالي، ولو اشتريتوا 12 بيحسب لكم الواحده ب25. بصوا انا هنا قلت اوريكم الخامه بتاعتها لانها الخامه جميله جدا. كنزي ده هتلاقوه في السنتر تحت، والمحلات اللي فوق بتبيع منه اساسا، يعني بيبقى عندهم من نفس الشركه اللي هي كنزي وبيبيعوها اغلى ب60 وب70 جنيه. لكن لو نزلتوا تحت خطوتين في السنتر نفسه هتلاقوها ب30 جنيه، ولو جبتوا 12 ب25. فانا حبيت اقول لكم المعلومه دي عشان مامي كانت منبهره بيه وقالت لكل اصحابها، فقلت اقول لكم انا كمان. وده بقى كان نهايه يومنا، وصحينا تاني يوم الصبح وخلاص هنركب الطياره عشان مسافرين راجعه تركيا. انا دلوقتي بعمل لكم ساوند اوفر يعني من تركيا، خلاص انا وصلت. وبس كده، كانت زياره لذيذه وبسطت جدا، وعايزه بقى اكررها تاني قريب ان شاء الله عشان اصور لكم حاجات زياده، ويبقى معايا سيسجين عشان انا مقرره ان الرحله الجايه بتاعتي ان شاء الله في مصر هيبقى معايا سيسجين، ونعمل بقى حاجات جديده ونبقى سياح بجد بقى، هتبقى فيديوهات احلى ان شاء الله ان شاء الله. كان في زوابع ومطر والجو ما كانش ملطف قوي في اسطنبول، بس الطياره عملت لاندنج حلوه قوي، وده يرجع طبعا لطيارين مصر الطيران لان هم ممتازين جدا جدا بجد، برافو. وبعد طبعا توهة طويلة عريضة في مطار اسطنبول لقيت سيسجن وجي اخدنا، وهنا بقى كنا معديين من على الكوبري. وصلت بالسلامة يا جماعة الحمد لله. يلا بقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير وكومنت على الفيديو لو عجبكم، واشوفكم بقى في فيديو تاني جديد من يومياتي في تركيا، عشان انا خلاص رجعت ورجعنا للروتين بتاعنا والفلوجات بتاعتنا اللي انا بنزلها العادية في تركيا. وبس كده، يلا باي باي.